السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بشهيوه جديده. قبل ما ندخلوا للشهيوه ديالنا ان شاء الله ما تنساوش الاشتراك وتفعلوا الجرس اللي كيكون في الجانب باش يبقى يوصلكم الجديد، وما تنساوش لايك الى عجبكم لا فيديو. الشهيوه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله هي بطيبطات صغار معمرين بالكفته. بالنسبه لهاد البطيبطات اول حاجه كنحتاجوها ان شاء الله هي العجين. بالنسبه للعجين ديالنا عندنا نص كيلو ديال الفرص، عندنا نص كيلو ديال القمح. انا عندي القمح ديال الدار يعني مخلط قمح وفرينه، نص كيلو ديال القمح والفرينه ونص كيلو ديال الفرص. عندي هنايا ملح على حسب الذوق، عندي هنا تقريبا نصف ملعقه كبيره. عندي ملعقه زيت زيتون كبيره، عندي ملعقه ديال عسل نحل صغيره، وعندي ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، والماء طبعا لجمع العجين. من بعد ما عجننا العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا ها هو دلكناه مزيان، خاصو يتدلك مزيان. دابا غادي نغطيوه ونخليوه يرتاح، ندردروه هكا بشويه ديال الفرص ونغطيوه نخليوه يرتاح، وندوزو ان شاء الله للمقادير ديال الحشوه. بالنسبه للحشوه ديال هاد البطيبطات غادي نحتاجو فلفله الوان. عندي هنايا البصله مشلطه تقريبا 2 بصلات متوسطين، عندي خيزو محكوك، عندي هنايا القرعه خضراء محكوكه تقريبا 2 قريعات، عندي زيت البلديه، عندي كفته على حسب الذوق كل واحد شنو تيبغي. انا عندي هنا الكفته ديال العدن، عندي الربيع كزبر ومعدنوس تقريبا 2 المعالق كبار، ورقه سيدنا موسى، وعندي 2 ديال الفصوص كبار محكوكين. بالنسبه للتوابل كنحتاجو الملح، كنحتاجو القرفه، كنحتاجو الكمون، الابزار، السكينجبير او الزنجبيل. عندي هنايا الفلفله حاره او الهريسه على حسب الذوق، كاين اللي بغاها كاين اللي ما بغاهاش. عندي هنايا العطريه ديال الدجاج، عندي التحميره او الفلفل الاحمر، وعندي خرقوم بلدي، وعندي هنايا الاعشاب المنسمه، كاين ازير مطحون وكاين الزعتر مطحون. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اذا كنشعلو المقلاة، نشعلو عليها النار، كنوضعو زيت البلديه المقدار الكافي ديال الزيت، كنوضعو البصل ديالنا، كنشوحو البصل هكذا بيد لينا، كنوضعو عليه الفلفل الالوان. انا ديجا الفلفل كنديرو في المجمد، كندير لكم ان شاء الله فيديو على الطريقه ديال وضع الخضر في المجمد. كنديرو الملح، صافي تنخليو هاد المقادير كتقطع شي شويه، وعاد باش غادي نزيدو على الخيزو. والان بعد ما طاحت لينا البصله ديالنا دبلات، غادي نزيدو الجزر، غادي نزيدو القرع الاخضر والكورجات، ونزيدو الثوم وكزبره ومعدنوس وورقه سيدنا موسى. صافي نخليو هاد المقادير ديالنا تبدا طيب شي شويه، تدخل شي شويه كي كطيب، ونزيدو على ديك الساعات الكفته. والان بعد ما هبطات لينا الخضره غادي نزيدو الكفته،
غادي نحركو مزيان الكفته ونزيدو التوابل. نضيفو دابا التوابل. عندنا الابزار، عندنا سكينجبر راه تنكتروش حيت غنديرو الكمون، عندنا فلفله حاره على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش. عندنا هنا العطريه ديال الدجاج، عندنا هنا قرفه، قليل من القرفه غير على حسب الكفته. عندنا هنا ازر، عندنا الزعتر، عندنا خرقوم بلدي، التحميره. صافي كنخلطوا هاد العناصر ونخليوه حتى كيطيب لينا على خاطر الكفته ديالنا راه دغيا كطيب، ديجا الخضره راه طيبناها صافي طيب مزيان ونطفيو لها. وهنا كيف ما كتشوفوا معانا ها هي العجينه ديالنا، ها هي خمرات، قطعتها لكريات صغار. صافي دابا غادي نطلقها في الدلاك ونقطعها. وهنا كيف ما كتشوفوا معنا ها هي العجينه ديالي طلقتها، غادي نقطعها بهاد القطعه هذه. الا كان عندنا شي شكل مربع نقطعو به، سينو نقطعو اما شكل مربع اما مثلث اما دائري اللي بغينا. انا بغيت نقطع على شكل مربع، ما عنديش شي حاجه مربعه باش نقطع، غادي نقطعهم بهاد القطعه ديال البيتزا هكذا. على هذا الشكل تعطينا مربعات. كنكملوا العجين ديالنا على هذا الشكل وتنخليوها ترتاح، وملي نكملوا هذيك الساعات ندوزو نطيبوهم. والان من بعد ما كملنا العجين ديالنا حطينا المقله هنايا سخنات، دابا غادي نرميو فيها البيضات ديالنا. بسم الله. كيف ما كتشوفوا اين فوا كنرميوهم تنقلبوهم هكا. باش ملي كنقلبوهم هكذا تيتنفخوا لينا، نهار خليناهم حتى طابوا عاد قلبناهم ما تيتنفخوش. كيف ما كتشوفوا معنا دابا البيضات ديالنا هما بداو كيتنفخوا، غنكملوا على هذه الطريقه تنكملوا البيضات ديالنا كاملين. هما تنفخوا كاملين بربعه. كيف ما كتشوفوا معنا دابا ها هو البطبوط ديالنا وجد. العماره ديالنا ها هي بردات، وعندنا هنايا الفرماج احمر مبشور. صافي دابا نبداو نعمروا في البيضات ديالنا. كنكونوا ديجا حليناهم بحال هكذا، حليناهم كيف ما كتشوفوا راه كيجيو خاويين من الوسط. صافي دابا نبداو نعمروا فيهم. صافي تنعمروها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نزيدو عليها الفرماج احمر من الفوق هكذا. صافي ونقدموهم. نكملوا على هذا الشكل كاع البطيبطات اللي عندنا ونتلاقاو في طبق التقديم. البطيبطات ديالنا تيجيو على هذا الشكل، تنقدموهم مع الحريره ولا تقدموا في الكوتي. نتمنى تجربوهم هكذا، كنديروا فيهم الخضره باش الوليدات ياكلوهم. نتمنى تجربوهم ان شاء الله، وما تنساوش الا عجبتكم الفيديو ديروا لايك وما تنساوش الاشتراك. وبالصحه والراحه.